السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. مثل ما تشوفوا في فيديو تاع نهار اليوم هذا الفيديو راح يكون تتبعة للفيديو اللي فات، اللي هي تحضيرات عيد الأضحى. مازال ما كملتش التحضيرات، راني ما التحضيرات ما خرجتش. المهم هنا راني نوجد اول حاجه بديت بها الصباح، نوضت باه نخيط هاد الغوب اللي راح نخيطها تاع العيد ان شاء الله، وهاد الأوس الفراش يعني الشامبرتي. هنا راني نوجد في الحوايج اللي نسحقهم، مثلا نسحق هذا لاستيك للفريش باه ندير الأوس يعني. هنا ديريكتومون بديت هنا رحت الشمبرة اللي مقابله باه نبدا نفصل، ولت على الاقل نفتح الطاقه ويدخل لي الضوء. هنا عينت خط يعني، نعرف بانكم ولا لا، باه نحي نفصل. هنايا شريت 2 مترات الفراش، هذا نص متر، هاد نص متر راح نديرها للمخده، مخده تاع البريه، و متر ونص راح نديرها بوس. هاد النص متر هذه دوكا راح نحدد الطول اللي هو متر و65 نقصو، وهذه هي راح ندير مخده نطوي جهه من اليمنى على الجهه اليسرى ونخيطها. سهله خلاص، راح نعطيكم طريقه سهله خلاص للتفصال وخياطه المخده. ما تبقاش كل الطرف تقصيه واحد ونو، غير تضربي العرض 50 والطول متر و65 وانتيا افريتيها المخده. هنا نجيو للأوس. هنا هاد الكرتونه نستعملها باه نحي هذيك الكاريات. نروحوا للجنب كيما راكم تشوفوا، نحط الكرتونه هذه ونحي الكرتونه، راهي الاضلاع تاعها 25 في 25، ونحي كيما هكا كل الاضلاع، كل الزوايا نحي منها هاد القياسات. وهنا الأوس فصلته وكملت. هنا نرجعوا للمخده قلنا لكم دينا العرض 50، الطول راح ندي متر و65. هنا درت الخط اللي راح نقصه، هذا الطول يعني متر و65، وراح نقص وهنايا زعما جيت الشمبره هذه قلت ضاويه اكثر باش تبان لكم الاضاءه، ولكن على بالكم بلي التليفون جديد وراه مظلم. كي نجي نصور نحس انه الصوره ما تكونش يعني كيما الواقع، تجي شويه ظلمه. لا علينا. هنا نحيت هذا اللي نسحقه باش ندير به المخده، وهنا كنت معوله اني نفصل كل شيء وبعد نروح نخيط ديريكتوم. وهنا كي جيت نفصل الغاب لقيت انه القماش هذا ما حطيتوش في الماء، ولازم انتوما لازم تحطوه في الماء باه ما يشرب لكمش بعد ما تخيطوه. هنا لحتو في الماء 5 دقائق ومن بعد جيت فرشته كيما هاك. لازم يتفرش كيما قالت لي صاحبتي كثر خيرها، هي اللي علمتني الخياطه. لازم تفرشوه في الارض، ما تنشروش في السيلان، سينو راح يجيكم مجونح. ففرشوه هكا نعدلو بيديا ونخليه في الارض يشي. هنا راح نفتح عليه الطاقه. ما جيت كملت الخياطه كان ديجا هو شاح وزدت فصلته. هنا خيرت الغوز هذا الكلير باه نخيط به الخيط، وجبت الكانيطه باه نعمرها. جبت لاستيك حطيته قدامي، المقص الصغير كلش حطيته قدامي باه نبدا نخيط. بسم الله نبداو نخيطو. هنا هذوما الكاريات اللي قصيناهم نحطو الجنب على الجنب، يعني الجهه الاولى على الجهه الثانيه كيما هاك، ونخيطوها. سهل. شوفوا اسهل حاجه راح تتعلموها في الخياطه اللي هما الفراشات يعني، لانه القنادر ولا اللي غوب ولا الحجابات فيهم شويه تفاصيل تتعلميها في التفصيل وكل شيء. بصح الفراشات سهلين، سواء كانت مخده سواء كان أوس ولا اللي طغى. اسهل حاجه اللي هو اللي طغى. هنا كملت خيطت الكاريات كيما هذوكا قلت لكم لميتهم مع بعض، ومن بعد درت لاستيك. هنا شوفوا لكم الاتقان والخدمه الجميله من يدين سوسو، ما شاء الله ما شاء الله. هنا راني كملت درت الأس وجدته حطيته بجهه. جيت هنايا للمخده، درت عطفه كبيره من جهه والجهه الاخرى هاي عطفه صغيره. هاي ليكم واش ندير، نخلي الوجه تاعها مقابلني. دركا هذا الوجه الحقيقي تاعها راهو مقابلني. العطفه الكبيره نطويها على 30 سنتيم، والعطفه الصغيره نطويها على 60 سنتيم. هنا دوكا نعطيكم بشكل يعني مريقل. هنا كنت برك نعطيكم. هنا هاي ليكم بعد ما طويتها العطفه الكبيره نطويوها على 30 سنتيم، حجمها غير 30 سنتيم. اما العطفه الصغيره راح تكون الحجم نتاعها 60 سنتيم. المخده كل تكون 50
في 70 ولا في 65 على حسب أنتِ قياس المخدة تاعك كبير ولا صغير. هنا لازمك تعرفي تاني قياس المخدة نتاعك، باه ما تجيش المخدة اللي تخيطيها تجي كبيرة بزاف ولا، فهمتوا؟ هنا شوفوا هنايا كيما درنا بالطريقة هذه راح تجينا غير زوج زوايا مفتوحة، الجهة الأولى والجهة المقابلة برك مفتوحين، الباقي راهم مطويين ما يجوش مفتوحين. المهم خيطتهم ساير داير، وهنا قلبتها ومن بعد درت عطفة فيها واحد نقولوا 4 سنتيم هكاك 5 سنتيم، زيدو تديروها ساير داير كيما هكا. هاد العطفة تجي باهية في المخدة كي تحطوها في المخدة. هاي ليكم المخدة واجدة والأساجد، وكملت الفراش خيطته ان شاء الله نهار العيد نحطو، مانيش نحطو دركا نهار العيد عشيه العيد. انا بالنسبه ليا العيد تاعي الصباح ما يكونش عيد، يكون غير هاي راح تفد بها راح منا مي العشيه يبدا التقلاج. انا من العشيه ما نزيد نمس والو في الدار، يسموني غير تقلاج ومنا ومن هيك. جيت هنايا لقيت هاد القماش تاعي نشف. واش راح ندير له؟ راح قبل ما ندير اي حاجه من جهه الطول راح نحي 40 سنتيم باه ندير الكمام. انا اصلا هذا قداش شريت فيه مترتين وربع، مترتين و15 سنتيم سما، فراح نحي منه 40 سنتيم باه نديرهم كمام. والعرض ديما راح يكون متر ونص، يعني عرض القماش ديما راهو متر ونص، وانتي الطول تدي على حساب قداش راكي حابه. هنا راح نفصلوا طريقة الداخل في الخارج. فوالا راح نطويه على 2. دوك تشوفوا الطريقة سهلة بزاف بزاف. انا شرحت لكم هكا بسرعة، ولكن بإذن الله راح نحط لكم إلى حبيتوا يعني طرق تفصيل باش تتعلموا سواء تفصيل الداخل في الخارج ولا تفصيل تطويع على 4 ولا يعني حوايج تاع الخياطه الى حبيتو. طبعا هنا عينا من جهه المغلقه عينت 30 سنتيم، ومن جهه المفتوحه هذيك المقابله عينت 32 سنتيم، ودرنا خط منكسر كما راكم تشوفوا وراح نقصوه. ومن بعد الجهه هذه المغلقه اللي مقابلتنا هي اللي نهزها ونحطها على الجهه اللي من هيك. تعدليهم لازم يكونوا معدولين مستفين فوق بعضهم، ومن بعدها تجي تفصلي. هنا ما نعدلكمش التفصيل وكل شيء باه ما يجيش الفيديو طويل وما يروحش غير في الخياطه. هنا راني نزرب اتسابق مع الزمن، علاش؟ باه نكمل ونروح نشوف شغالاتي. مازال الميناج مازال نكملتش ميناج ولازمني نكمل قبل العيد. هنا كما راكم تشوفوا جيت فصلت الرقبه، الكتف، حردة الابط منا من هيك هذيك. و طبعا هنايا راني نحكي لكم بلي الجهه الاماميه تاع الرقبه تختلف على الجهه الخلفيه، وثانيت جهه حردة الابط الاماميه تختلف على الخلفيه، وباقي كل شيء كيف تدير قياس الطول تاعك وتقصيه وكل شيء. خيطتها وراح نعتها لكم ان شاء الله في فيديو العيد. عشيه العيد ماشي صبيحه العيد، ما تقولوا ليش كيما انا عدتيها لناش كي نهبط لكم صباح العيد. العشيه ويبدا التقلاش تبدا الحاله تتسقم. انا جيت للميناج ديريكتوم، بديت في الميناج بديت في سال دو بان ولا اكرمكم الله تواليت. خرجت كل شيء، نحب نخرج كل شيء ونبدا نحك نرجع الدنيا تشعل، ومن بعد نشلل ونرجع كل حاجه في بلاصتها. انا حطيت هاد الوريدات نزين بهم ما يبقاوليش فارغين، ديرونجاوني ديما مفارغين قلت نحط فيهم هكا حبيبات هكا. هاد البوكي الوريدات البوكي تاع الورد. وحطيت هاد المعبر تاع الخزامه اللي انا نشتي نموت على ريحه الخزامه، نحسها فريمون تريلاكسي الاعصاب. ما شاء الله ما شاء الله. وهذه هي ركبتها وكيف رحنا للسال دو باتري درنا ميناج. درت الميناج العميق انا تقريبا كملت كل شيء. بقى لي هذا النهار سال دو بان وتواليت ودروج، ومن غدوه درت الصالون وحوايج اخرى دوك تشوفوهم معايا. شوفوا نهار عرفه ما صورتش بزاف امورات، كنت نتسابق مع الزمن كما قلت لكم. فهنايا راني شويه في لي ساعه، شويه راني مازال عندي الوقت، راني نخدم وقاصطو ونصور. من غدوه لقيت انه ما بقاليش الوقت فما صورتش بزاف. هنا قلنا جينا للسال دو بان، تانيس درت الميناج، حطيت لهم سربيطه نظيفه، حطيت هنايا المعطر هذايا،
و هنا راح ندير دركا واش راح ندير، راح ندير الدخلة نتاع الدروج تاع الدار، سما الدروج وهذيك السطحة وكل شيء. هاي ليكم هنا حطيت هذا تاني الغسول، وديريكتومون نروحو للمسقي. نموت انا على الدروج كي نقعد نسيق فيهم ونسيح الميمان وشربق في الميمان. شوفوا لي راهم مدقلصين من الاخر، باسكو هنايا جاو هابطين بالقهوه سيحوها في الدرج. راه هذا شوفوا نقاطي في الدروج كومبلي من هنا من الفوق للتحت. قلت لهم دودوها كملتوا خلوني نبدا نسيق دركا. اللي نزيد نلقاه يطفص رجليه نحشهم له من الاخر. انا بديت في التسييح هذا باش نجر الدنيا، نحك الدنيا. مسحت الساعه قبل حاجه، مسحت الحيوط، مسحت الحيوط هنايا، جريت تاني الفايونس. ومن بعد بديت نسيح في الدروج. قبل ما نبدا في الدروج درت هاد السطحه اللي لداخل اللي قبل الدروج يعني. ومن بعد سيقت الدروج. راني هنا كما راكم تشوفوا، راني نقول لكم راني مقفضه الدنيا وراني عقابها. ومن بعد بديت نسيح في الميمان هنا باه يخلص هذا الجر كامل. وتعجبني اللقطه هذه ما نكذبش بيكم. نعمر بيدو ونبدا نسيح. فوالا وكملت الدروج هنا. كنت كملت جبت الماء هذا نشفت بالنشاف. وهي لكم الشكل النهائي. يا سلام محلى نقال كان يبقى هاد اللمعه كي كملت نسيك في التعب اللي فات كامل. هنا جيتني هذا الدخله هذه تاع الدار هذه. مسحتها كما راكم تشوفوا، مسحتها نظفتها. انا ما صورتش كلش باش راني ننسى ساعه وننسى نقول حتى نكمل ونعطيكم الشكل النهائي. نعطيكم فيها هذه العفسه اللي مثقوبه داخل الحيط. كان دارها خويا هنا باش نعلقوا الذبيحه. هذا يعني العفسه ديما نعلقوا فيها الذبيحه. وهنا عندهم العين، عندهم كل شيء. هنا يذبحوه، هنا يعلقوه، هنا يمسحوا يسيقوا الدنيا، يديروا كل شيء. يطلعوا لي غير انا الفوق نشوط كل شيء وننظف المصران وهذه. فعندهم العين قلت لكم، عندهم كل شيء. هنا حنحط هذه هنا حدا العين نعلقها باش بالكم مع الدم وهذا ديما يسيح في النهار الاول دير الريحه. فانا يا ضرب حسابي قلت نحطها هذه هنا في الدخله تاع الدار باه الناس ما كي تدخل العشيه في يجيونا يعيدوا ولا من غدوه ما يشموش الريحه مش مليحه. وانا نكره ريحه الذبيحه صراحه، نكره ريحه الدم وهذه. لا كملت كل شيء. جيت طالعه جاب خويا الخبز. ريحته الخبز جديد هنا راهو سخون يقرمش وبنين بنين 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 بنين. هنا ضربت فيها نص متيبانه خبز كليتها كنت ميته بالشر. وطلعت هذوما الفوق باش نخبيهم في الفريكو لانه نهار العيد. طبعا الناس كل المخابز كل ما يخدموش. فانا يا قلت خويا قال انه يجيب يكونجليوه وقت ما نسحقو نجبدو. وهنا طلعت الخبز هذا للفريغو، حطيته في الفريغو وبديت في الصالون. نظفت الصالون، فرزته، سيقته بيان، بدلت الريدوات وكل شيء. خليته كما راكم تشوفوا فيه دركا. خليته غدوه ان شاء الله ونسقبه يعني. وهنا ضربت فيها الدوش، رحت درت فيها الدوش ينحي هذاك التعب. من بعد كي خرجت خويا جاب لي الفرينه قال لي نوضي ديري الكروكي. قلتي تسحقي الفرينه هاي ليك على سعدي المسود. نضت في نص الليالي نطيب في الكروكي وفريمون والله شوفوا الوحده باه ارقدت. المهم هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. تهلاو لي في الواحد، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.